السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي بتضيع أسهل فوز في دور المجموعات. لعيبة النادي الأهلي بتضيع منها الصدارة بدري بدري. النهاردة يا جماعة الأهلي بيتعادل مع يان أفريكانز في مباراة الفرص الضائعة. لعيبة النادي الأهلي النهاردة كانت بتفنن إزاي يضيع الفرص. يعني النهارده يا جماعه شايف ان السبب الاول والاخير في تعادل النادي الاهلي مش كرر، ودي حاجه غريبه. يعني كرر النهارده ملوش ذنب. انا شايف ان السبب الاول والاخير في تعادل النادي الاهلي وهو لعيبه النادي الاهلي. ركز بس معايا كده واشرح لك ازاي ان لعيبه النادي الاهلي هي اللي حطت نفسها في الموقف ده. انا شايف بس ان لعيبه النادي الاهلي لو استغلت نص الفرص، ربع الفرص اللي جات لهم كانوا خلاص الماتش من بدري ورايح دماغهم من الحوار ده. شفنا يا جماعه دلوقتي المباراه اللي ملخص الشوط الاولاني فيها وهو انفراد حسين الشحات وكارثه حسين الشحات. يعني حسين الشحات ما ضيعش انفراد، لا حسين الشحات عمل كارثه. حسين الشحات عمل كارثه بمعنى الكلمه. الشوط الاولاني كهربا لعب لك العرضيه والجون فاضي والدنيا فاضيه والناس كلها تقول لك خلاص اهو المسها لمسه. حسين الشحات بقى ايه؟ تحس ان هو كان ايه بيصطاد عصافير. مش عارف حسين الشحات كان بيفكر في ايه، عشان الطريقه اللي لعب بيها حسين الشحات في الكوره دي انا مش فاهمها. يعني نفسي افهم هو بيرجع الكوره مصر تاني ولا هو مش عارف بيعمل ايه ولا بيهدي الجماهير الكوره، ولكن مش عارف حسين الشحات كان بيفكر في ايه. والهجمه بتاعت يان افريكانز اللي في الشوط الاولاني برده اللي كانت بعد لقطه الشحات، ولكن الشناوي عرف يتعامل معاها. ده ملخص الشوط الاولاني. ملخص الشوط الثاني بقى يا جماعه، الشوط الثاني كله وان سايد جيم من الاهلي. الشوط الثاني كله الاهلي عمال يضيع انفرادات، الاول في الثاني في الثالث في الرابع. مش فاهم والله لعيبه الاهلي بتضيع فرص ازاي، ومش فاهم في الماتش يا جماعه. والله شايف ان كولر مظلوم. محدش يقدر يلوم كولر. يعني كولر مثلا مش دوره اللي هو ينزل يجيب كره الشحات. كولر مش هو دوره يجيب انفراد. اليو ديانج اللي في الشوط الثاني اللي في الشوط الثاني اليو ديانج عدى من الدفاع قدام الجون فاضي. يعني خد اغرب قرار في العالم ان هو يباصي الكهربا. يعني حتى كهربا، يعني كهربا ايه واقف بيتفرج على الجون ايه يقول لك الكره داخله جون. يعني اليو ديانج في اللقطه دي بيثبت لك قد ايه ان الاهلي خسر لعيب اسمه حمدي فتحي. حمدي فتحي لو كان مكان اليو ديانج في اللقطه دي كان ايه؟ كان زمان دلوقتي هات الكره من الشبكه خلاص والهدف الاول الاهلي. يعني دلوقتي اهو تاني انفراد، هدف تالت هدف معاك وهو كهربا عدى من الدفاع وعدى من الجول وشوط الكوره والمدافع لحقها من على خط الجول. دي دلوقتي يا جماعه مش خط الكوره. الفرصه الرابعه كريم فؤاد لسه نازل راح بانفراد في الدقيقه 74 ضيعه برده بسبب ان هو لسه نازل. ده التفسير الوحيد ان هو ضيع الكوره عشان لسه نازل، ما خدش حساسيه المباراه. ده تفسير وحيد. دلوقتي اهو رابع فرصه، اخر فرصه يا جماعه في اخر دقيقه. اليو ديانج بيشوط الكوره بتخبط في الدفاع بتيجي لطاهر انفراد. يعني طاهر دلوقتي ايه؟ يعني الكوره جت لطاهر انفراد صريح، ولكن ايه طاهر لعب الكوره على اساس ان هي اوفسايد. يعني طاهر تحس ان هو بيخلص من الكوره. يا عم ايه هو طاهر تفكيره في اللقطه دي؟ يا عم الكوره اوفسايد كده كده مش هتعب نفسي. دي غلطه وكارثه برده من طاهر. هو طاهر اصلا المفروض تلعب على الصفاره، انت مش بتلعب على التوقع الجون. ولكن دلوقتي يا جماعه فكر كده معايا، لو كهربا او حسين الشحات او طاهر او كريم فؤاد كانوا جابوا نص الفرص دي كان الماتش اتغير. ولكن يا جماعه برضو في الاول وفي الاخر الاهلي كان فيه اخطاء. يعني الاهلي فيه اخطاء فرديه. انت تخيل معاك كده ان الجون بتاع عياد افريكانز الجون بتاعهم الوحيد اللعيب بيعدي ما بين ثلاث لعيبه، ما بين رامي ربيعه وياسر ابراهيم واليو ديانج. خد بقى الكبيره، شاطها في الزاويه بتاعت محمد الشناوي. يعني هو شاطها في الزاويه اللي واقف فيها محمد الشناوي. وغير محمد الشناوي يعني الماتش ده ما كانش فيه شمس يا محمد الشناوي. الماتش ده ما كانش فيه شمس. يعني مثلا تقولش ايه الشمس ضاربه في وشي ولا حاجه، لا في الزاويه بتاعتك ودخل الجون. يعني دلوقتي يا جماعه الهدف خلطه رباعي النادي الاهلي، رامي ربيعه ياسر ابراهيم اليو ديانج ومحمد الشناوي. اخطاء فرديه، يعني اخطاء فرديه وسوء انهاء من اللعيبه هي اللي خسرت الاهلي. انا شايف يا جماعه والله امانه الماتش كرة ما يتحملوش. شايف ان الماتش المفروض محمود الخطيب ياخد كرام بغرامه على اللعيبه دي. اخسر يا باشا من اللعيبه دي. اللعيبه دي مش سهطانه. اللعيبه دي حاسس ان هي وصلت ايه؟ ان اللعيبه دي حاسس ان هي اكتفت ببطولات. اللعيبه دي شبعت بطولات. اللعيبه دي خلاص ما بقاش عندها هدف. خلاص احنا حققنا كل حاجه جايز. لكن يا جماعه انا شايف ان كولر هو دوره ان هو يوصلك للجون بس. انت انهي بقى. انا الحته دي مش مشكله مدرب. الاهلي يا جماعه محتاج مهاجم معاك. الاهلي محتاج قلبين دفاع مع محمد عبد المنعم. الاهلي محتاج لعيبه في نص الملعب. الاهلي محتاج يجيب لعيب نفس كواليتي حمدي فتحي. كان بيخش لك مهاجم تاني براسه بيسجل برجليه اليمين برجليه الشمال بيسجل اي كوره. النهارده امام عاشور ما جاش. النهارده امام عاشور اصلا كان لسه في مصر ما جاش. لسه قاعد دلوقتي في التتش. انا شايف كده امام عاشور مش عارف مختفي ليه، مع انك انت مريح، مع انك انت المفروض اكتر لعيب في نص الملعب تعمل خطوره. ولكن امام عاشور كان مختفي. اليو ديانج قلت لكم عليه. مروان عطيه برده ايه؟ يعني هو ده اداء اخر كام ماتش. نتكلم تعالى يا جماعه. الماتش اللي فات بتاع سموحه قلت لك كوره يتحمل الماتش من اوله لاخره، لكن في الماتش ده اللعيبه هي اللي تتحمل. تخيل معايا يا جماعه ان 5 انفرادات اللعيبه تضيعها وفي الاخر يقول لك كوره.
حرام يعني، هو في الماتش حرام تقول كده. وبرضه عيب، يعني عيب برضه يا جماعه ان قلبين الدفاع واليو ديانج والشناوي الجون يخش بالطريقه دي. ده ضحك يا جماعه، ده ضحك مش دفاع، ده ضحك من قلبين الدفاع واليو ديانج والشناوي. يا جماعه في الاول وفي الاخر زي ما قلت لكم، الاهلي ولاعيبته واستطال لعيبته هي السبب الاول والاخير في ان الاهلي تعادل. لعيبه الاهلي كانت ممكن اصلا تنهي الماتش ايه 3-4 مستريح، 3-4 مستريح لو سجلوا، لو استغلوا الفرص بتاعتهم. ولكن الراجل يا جماعه مش هتكلم كتير عن الموضوع ده، انتوا اكيد شفتوا الماتش وشفتوا اللعيبه بتعمل ايه، ازاي كره ظهرت في اخر الماتش دي، مش عارف هو كان بيفكر في ايه ساعتها. يا عم طب العب عليها وجيبها جون حتى وتتحسب اوفسايد، لكن انت ايه عندك ثقه قوي، يعني نفسي يبقى عندي ربع ثقته، والله نفسي يبقى عندي ربع ثقتك. ولكن يا جماعه في الاول وفي الاخر الاهلي دلوقتي بيتعادل مع يان افريكانز، ودلوقتي الاهلي بيتصدر المجموعه ب4 نقاط، ودي فريق الفريق الجزائري شباب بورزداد، بعد كده ميدياما الاثنين عندهم 3 نقط، وبرده فريق يان افريكانز كده عنده نقطه واحده ده بعد التعادل مع النادي الاهلي. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده غير شخصي، اي حد دلوقتي كده مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.